هلا وحبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب تكونون بخير وصحة وسلامة. حبايب قلبي، اليوم راح نسوي شوربة مفيدة جدا ولها فوائد كثيرة. طبعا مفيدة للجسم، وإن شاء الله راح أذكر لكم قسم من الفوائد مالتها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى بيت محمد. اليوم راح نسوي شوربة القرع أو اليقطين، ومثل ما نقول إحنا بلهجتنا شوربة البوبر. خليت هنا اللحم وعليه البصل والثوم، وخليت ورق الغار ودارسين وكبابة وجوزة الطيب وفلفل أسود، ذنما مطحونات. بس المطحون عندي الكمون والكركم. خليت عليه الماء اللي يكفي، وهسه خليه على النار. طبعا هذا اللحم أكيد مو كله راح استخدمه، راح استخدم اللي يكفي للشوربة والباقي أشيله. حبايبي، هسه على ما يستوي اللحم عندنا شو نسوي احنا؟ نخلي اليقطين بالغلاية الهوائية بعد ما قشرناه وغسلناه، وخلينا وياه جزر وفلفل أخضر بارد وشكم فص من الثوم، نشويهم بالغلاية الهوائية. وإذا ما تحبون تشووهم بالغلاية أكيد تخلوهم بالفرن تشووهم. وهسه بعد ما شويناهم، هسه نحضر البصل مالتنا. حطيناه بالجدر وثرمناه ناعم، وخلينا عليه قليل من زيت الزيتون. تمام حبايبي، ونبتي نحمسه. طبعا من فوائد اليقطين يقوي المناعة، مضاد للالتهابات، ينظم الهرمونات، يقوي عضلة القلب، وأيضا زين للنظر، زين للعيون. هاي قليل من الفوائد ذكرتها. تقدرون تدخلون على الجوجل أو على اليوتيوب وتشوفون الفوائد الكثيرة مالته. هنا بعد ما حمست البصل وصار عنده اللون الذهبي، خليت عليه قطعة من الماجي وخليت عليه فلفل أسود وحمسته ويا البصل. هالدور ضفت إلى الخضروات اللي شويتهن، الفلفل الأخضر والجزر واليقطين، وطبعا الثوم خليته بس قشرته. وهسه أبدي أحمسه يعني مدة 5 دقائق ويا البصل، وأضيف إليه المرق مالت اللحم، ينطي نكهة كلش طيبة. وإذا ما تحبون اللحم تقدرون تخلون إلى مرق الدجاج، يعني صدر الدجاج تسلقونه وتخلونه وياه. وهسه بعد ما خليته يطبخ بالمرق 10 دقائق، هسه نهرسه. تقدرون تهرسونه هيج أو تخلونه بالخلاط وتهرسونه. حبايبي، لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس واللايك حتى يوصل لكم كل جديد. وهسه بعد ما هرسنا نخلي اللحم، شوفوا شلون ذايب ما شاء الله، والريحة طبعا مالت الشوربة تجنن. خليته بالشوربة وضفت إلى قليلة من الملح، لا تكثرون ملح لأن خلينا مكعب ماجي شوية بيه ملح حتى لا تكثر. وإذا تحبون تخلون عليه شوية معدنوس، رشة معدنوس قبل لا تطفون النار، هم تعطيه كلش طعم طيب. هسه نتركه 5 دقائق ونطفي النار عنه. وهاي حبايبي كملت الشوربة مالتنا، ما شاء الله تبارك الرحمن. الطعم واللذاذة مالتها ما تنوصف، وإن شاء الله تعجبكم. وهسه حبايبي نبدأ نذوق. أويلي شلون شوربة تجنن. إن شاء الله راح تجربونها وتشوفونها. إلى اللقاء.